جيت في سنة 2004 استخدمت أجهزة حديثة متطورة. دي كانت كاميرا فلترية، يعني بتشوف الشمس من وراء الغيوم. تبقى الدنيا بتمطر، ممكن عن طريق الفلاتر نشوف الشمس من وراها ونشوف الأشعة بتاعتها عشان نتجاوز حتة لو في غيوم. ودي كانت كاميرا ديجيتال رقمية بتطلع لي 32 بيان تحليلي علشان خاطر اعرف ايه اللي قدامي، وبتحدد لي من البيانات دي الشمس والاشعه بتاعتها، وبناء عليه اشتريتها واقتنيتها. وكان معانا عدادات حراره ورطوبه. احنا شايفين قدامنا دلوقتي دي الشمس فيها طالع منها الاشعه، ده يدل ان ده ما كانش صبيحه ليله القدر. في يوم 29 رمضان كان المنظر كده زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بعينينا وبالاجهزه. الشمس طالعه ملهاش اي اشعه حواليها، كما في الحديث الشريف كالقمر، وفي حديث اخر كالطست، يعني زي الطشت، يعني شايف الحدود بتاعتها. في الايام العاديه ما حدش ابدا يقدر يشوف حدود الشمس. من سنه 2004 لحد 2012 وانا بتابع هذه الظاهره، معذره لحد 2011 وانا بتابع هذه الظاهره، ودايما بتتكرر يوم 29 رمضان. بمعنى ان هذه الليله ثابته، لان حصل اختلاف هل هي متنقله؟ لا، الليله ثابته، لان نظريا هي ذكرى نزول القران، والذكرى لا يتغير موعدها. انا عيد ميلادي 3 يناير هيفضل كل سنه 3 يناير، مش هيجي مره 5 ابريل مثلا. بخلاف ان احنا تابعناها بالفعل ووجدنا ان هي دايما يوم 29 رمضان. فان شاء الله انتظروها يوم 29 رمضان، ما تضيعوش ولا ثانيه من صلاه المغرب يوم 28 رمضان حتى صلاه الفجر يوم 29 رمضان. الركعه فيها ب 30,000 ركعه. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.